انتوا عارفين ان الطعمية البيتي احلى بكتير واطعم والذ من بتاعه بره. عشان كده تعالوا النهارده بقى في الفيديو ده اقولك ازاي تطلعي الطعمية احلى بكتير من بتاعه بره، واخده لون حلو قوي كده من جوه، وازاي تسويها وتطلع معاكي مقرمشه من بره ومن جوه مستويه كويس. تعالوا في الفيديو ده اوريكم ازاي عملت الطعمية في البيت. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. اول حاجه عندي هنا بقى عندي نص كيلو من الفول المدشوش، طلعته من الفريزر ونقيته كويس وغسلته كويس قوي وغيرت عليه الميه كذا مره، وبعد كده بقى سبته منقوع لمده 8 ساعات، وكنت بغير عليه الميه كل ساعه لحد ما بقى بالشكل ده اللي هو تحطي ضفرك فيه كده يتقسم بكل سهوله. بعد كده بقى عندي بصلايه خضراء بس تكون حجمها كبير شويه، وتلات اربع عيدان كده من الكرات، ونص حزمه كزبره خضراء، وبصلايه متوسطه، وفصين كبار من الثوم. غسلتهم كويس ونضفتهم. انا كده جهزت الحاجات بتاعتي او المكونات بتاعه الخلطه بتاعه الطعميه. في الخطوه اللي جايه بقى جبت الكبه بتاعتي وبدات ان انا انزل فيها الفول، بس يا ريت ما نحطش كميات كبيره، يعني انا خدت نص الكميه وبرده معاها نص كميه الكرات والبصل والكزبره والخضار اللي عندي، خدت برده نص وما خدتش كله، وضربتهم في الكبه. هسيب بقى الكميه اللي باقيه، وهسيب كمان شويه من الخضار اللي انا غسلته ونضفته ده، مش هاخده كله. وعلى فكره يا جماعه كميه الخضار او الخضره اللي احنا بنستخدمها سواء كانت بصل اخضر او كزبره او كرات، دي اللي بتتحكم في درجه اللون بتاع الطعميه. بعد كده انا خدتها وضربتها في الكبه، وبعدين حسيت ان الفرم بتاعها خشن شويه، فبدات ازود معلقتين ميه بمعلقتين ميه لحد ما بقيت لقيتها وصلت للقوام اللي انا عايزاه. انا ما بحبهاش تبقى ناعمه قوي زي الميه ولا تبقى خشنه ومفروله، لا انتي بتتحكمي في درجه النعومه بتاعتها بالميه، يعني ما ترميش الميه كلها مره واحده علشان ما تبقاش ناعمه قوي وما تبقيش عارفه تتحكمي فيها. كملت بقى باقي الكميه، وطبعا للامانه انا حسيت ان الباقي الفول اللي كان باقي يعني كان محتاج شويه خضره كمان، فزودت شويه كرات ونص بصلايه خضره كمان. كده انا فرمت الكميه اللي عندي كلها وبقت بالقوام اللي انا عايزاه. انا ما بحطش التوابل على الطعميه غير على الكميه اللي انا هستخدمها بس، يعني لو هخزنها في الفريزر ما بشيلهاش عليها توابل. خدت كميه على قد اللي انا هستخدمه بس عشان اوريكم في الفيديو. خدت لي معلقتين 3 كده، حطيت عليهم شويه من الكزبره الناشفه، شويه من الكمون، وشويه من الشطه دي اختياري، وكمان شويه ملح. في دقه كده بتتحط بتبقى بتتحشي بيها الطعميه، يعني بتبقى حلوه قوي، بس دي مكوناتها بصل وثوم وكزبره ناشفه، بس انا الحقيقه ما عملتهاش قدام الكاميرا دلوقتي يعني. قلبت بقى شويه التوابل دول مع الطعميه، وفي الوقت ده كنت حاطه الزيت على النار يسخن، بيبقى على نار هاديه يعني قريبه المتوسطه شويه، يعني هاديه بس مش هاديه قوي. وبدات ان انا ابل ايدي ميه كده واشكل الطعميه بتاعتي. طبعا بتشكليها بالطريقه اللي انت عايزاها، في ناس بتحب تشكلها طويله كده شبه الكفته، بس انا بحبها تبقى قراص كده. وقالتها اهم حاجه ما نعليش النار عليها عشان تستوي كويس وما تتحرقش من بره وهي نيه من جوه، لا عشان تبقى مقرمشه وتاخد اللون الحلو ده من بره، وكمان من جوه تبقى مستويه كويس، ما تبقاش لسه العجينه نيه. وطبعا تقدري تحشيها اي حشوه انت عايزاها بقى، جبنه رومي، جبنه كيري، بسطرمه، اي حشوه تحبيها. انا بس جربت 1 2 3 كده قصاد الكاميرا عشان اوريكم، عشان بصراحه ده ما كانش وقت فطار او عشاء يعني علشان اعملها. خدت بقى الكميه اللي باقيه عندي دي، وبدات اجيب اكياس خزين، وبدات احط على قد الاكله اللي هي يعني مناسبه لينا، بدات احطها. وطبعا زي ما قلت لكم انا ما بشيلهاش بتوابل عشان انا بحس انها بتغمق، يعني لونها وهي طالعه من الفريزر وعليها توابل بتبقى غامقه، انما لما تسيبيها كده بتحتفظ بلونها. عايزاكم تجربوا الطعميه بالطريقه دي، وصدقوني والله مش هتجيبوها من بره تاني، احلى واوفر واطعم بكتير من بره. جربوها وما تنسوش تقولي رايكم، وصوروا اللي انتوا هتعملوه وابعتولي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. ولو لسه مش مشتركين في قناتي على اليوتيوب يا ريت تشتركوا في القناه.